اللي هتسمعوه دلوقتي مش مجرد حكايات، دي تجارب حقيقية عاشها أصحابها بنفسهم، وكل واحد منهم لسه لحد النهاردة مش قادر يفسر إيه اللي حصل له. في ناس كتير قابلت حاجات مش من دنيتنا، سكنوا بيوت وشافوا حاجات وسمعوا أصوات ما كانش المفروض يسمعوها. النهاردة هتحس إنك عايش معاهم كل لحظة، في الشقة اللي محدش بيبات فيها، وفي القصر اللي في آخر الطريق، ولحد البيت اللي على أطراف البلد. المطلوب منك إنك تقفل النور وتهدى وخلي ودنك معايا، عشان الليلة دي ممكن تكون بداية حكايتك انت. أول تجربة معانا قصة كريم وتجربته الحقيقية في الشقة اللي محدش بيبات فيها. يلا نبدأ. أنا كريم، عندي 27 سنة، شغال في شركة صغيرة في القاهرة. حياتي كانت عادية جدا لحد ما حصلت الحكاية دي. أنا من الناس اللي مش بتخاف بسهولة، بس اللي حصل في الشقة دي خلاني أراجع كل حاجة كنت مؤمن بيها. القصة دي حصلت لي من حوالي سنة ونص، بس لحد النهاردة كل ما افتكرها بحس بنفس الرعشة بتاعت الخوف اللي كانت بتجري في جسمي في أول ليلة هناك. كنت بدور على شقة إيجار في منطقة هادية شوية، وطلعت لي واحدة في عين شمس. كانت في الدور التاني في عمارة قديمة شوية، بس السعر كان تحفة. الشقة كانت فاضية وفيها ريحة غريبة جدا، ريحة حاجة معتقة، بس ما خدتش بالي وما حطيتش في دماغي خالص. السمسار قال لي بص يا باشا، الشقة دي نضيفة بس محدش قعد فيها من فترة، وآخر واحد سكنها سابها فجأة. أنا ضحكت وقلت له يعني يعني إيه سابها فجأة؟ قال لي معرفش، هو قال لي إنه هيسافر، بس من وقتها محدش قدر يكمل فيها أكتر من أسبوع من بعد ما سافر. طبعا أنا ضحكت ومشيت وقلت في نفسي أكيد الناس دي دماغها خفيفة، أنا هظبطها وأقعد فيها على راحتي. وقعت العقد واستلمت المفاتيح. في أول ليلة ليا جبت مرتبة وهويت الشقة وبدأت أظبط حاجتي البسيطة. كل حاجة كانت ماشية تمام لحد الساعة 1 بالليل. كنت قاعد بتفرج على التلفزيون وفجأة النور قطع. قلت عادي، دي مصر النور بيقطع. بس اللي مش عادي إن بعد دقيقة النور رجع والتلفزيون اشتغل لوحده، بس اشتغل على قناة مش موجودة. صوت تشويش، وش غريبة بتهمس. قمت أفصل الكابل لكن الصوت لسه شغال، والأغرب إن الصورة على الشاشة كانت شبه ظل واحد واقف جوه الأوضة اللي ورايا. ببطء بلف بدماغي كده وببص على الأوضة الفاضية، بس الهوا كان تقيل جدا، كأن الأوضة كلها اتحبست فيها أنفاس حد مش مرئي، وهي الأوضة فاضية أصلا. قلت أطنش وأنام، يمكن دماغي بتتخيل. بس وأنا نايم على جنبي سمعت خطوات بتمشي في الممر رايحة ناحية المطبخ. فتحت عيني، الشقة كلها ضلمة، بس في خيالات بتتحرك فعلا. خطوات، صوت حنفية بتتفتح، وبعدين باب المطبخ بيتقفل بهدوء. قمت جري على المطبخ وببص، ملقتش حد، ولقيت المية مقفولة وكل حاجة مكانها. لكن الحيطة اللي جنب الباب كان فيها علامة ايد سودة كبيرة جدا، كأنها اتحرقت على الحيطة. انا جسمي اشعر، بس قلت يمكن دي علامة قديمة ومخدتش بالي منها وانا داخل الشقة قبل كده. تاني يوم الصبح رحت الشغل وانا مش مرتاح. سألت البواب عن الناس اللي سكنوا قبلي، لقيته بيقول لي بصوت واطي يا بيه، الشقة دي محدش بيكمل فيها. في واحدة كانت قاعدة لوحدها، قالت إنها بتسمع صوت ست بتعيط كل ليلة، وبعدها تاني يوم لقيت الحيطة مكتوب عليها اخرجي من هنا. أنا بعد ما سمعت الكلام ده أنا قلبي وقع في رجلي، بس كرامتي منعتني إني أهرب زي اللي قبلي. رجعت الشقة بالليل وأنا عامل فيها شجاع بقى، بس لما دخلت لقيت باب الأوضة اللي ورا الممر مفتوح، وأنا متأكد إن قفله الصبح. دخلت أشوف، لقيت كرسي قديم جدا ما كانش موجود قبل كده، كرسي خشب متآكل عليه تراب كتير
وكأنه اتحط مخصوص النهاردة. النوم كان مستحيل. الساعة كانت 3 الفجر والهدوء غريب، وفجأة الكرسي اتحرك لوحده. صوت اللي هو خشب بيزيق في أرض باركيه كأن حد قاعد عليه. جريت وولعت النور وما لقيتش حد، بس الكرسي فعلا اتحرك من مكانه. ولما قربت منه سمعت صوت همس واضح جدا في ودني الشمال، همس بيقول: ارجع مكانك يا كريم. اتجمدت في مكاني ودموعي نزلت من غير ما احس. خرجت من الأوضة بسرعة وقفلت الباب ورجعت الصالة، لكن وانا بحاول اهدي نفسي الباب خبط لوحده 3 مرات بهدوء شديد. تاني يوم كنت خلاص ناوي اسيب الشقة، بس قبل ما اخرج الموبايل رن، رقم غريب جدا، مفيش ارقام واضحة، كله اصفار. رديت، سمعت صوت انساب واطي جدا بيقول: ما تسيبنيش تاني لوحدي، رجع الكرسي مكانه. قفلت الموبايل ورميت الشريحة بسرعة وخرجت أجري من الشقة. بس وأنا نازل على السلم البواب ناداني وقال لي: استنى يا بيه، استنى، أنت نسيت المفتاح. بصيت له، المفتاح اللي في إيده مش بتاعي، كان قديم جدا ومتآكل وعليه شريط أحمر صغير. قلت له: ده مش بتاعي المفتاح ده مش بتاعي. قال لي: أنا لقيته عند باب شقتك بس محدش طلع من هناك الصبح. رجعت بعد كام يوم بعد ما سبت الشقة أجيب حاجتي القديمة ومعايا واحد صاحبي. كل حاجة في الشقة كانت زي ما هي إلا الكرسي اختفى. بس في نص الأوضة كان في مراية متعلقة على الحيطة، شكلها مش غريب. لحد ما قربت منها لقيت انعكاسي باصص لي، بس وشي في المراية كان بيبتسم وأنا لأ. خرجت جري ومن يوم ما رجعتش هناك. بس الغريب، كل ما ابص في اي مراية في بيتي الجديد بحس ان انعكاسي بيبصلي بثقة اكتر من اللازم. ودلوقتي انا اتجننت وبكتب لكم قصتي وانا في مركز لعلاج المرضى النفسيين، بقالي سنة بتعالج وما زلت ما فيش اي تقدم في العلاج. ودلوقتي قصة تانية من تجارب الحقيقية، قصة حسام والقصر اللي كان في اخر الطريق. أنا حسام، 31 سنة، شغال مهندس ديكور، وعمري ما كنت أصدق إن الأماكن ممكن يكون فيها ناس تانية عايشة فيها غيرنا. يعني دايما كنت بضحك على اللي يقولك القصر ده مسكون أو سمعت صوت عيال بالليل. بس لما اشتغلت في القصر ده اتأكدت إن في حاجات مش لازم نحاول نفسرها. الموضوع بدأ لما جالي مشروع لتجديد قصر قديم في طريق مصر اسكندرية الصحراوي. القصر كان ضخم جدا ومهجور من سنين، والمقاول اللي بعتني قال لي هنرممه عشان صاحبه الجديد عايز يحوله فندق. لما رحت أول مرة الجو كان حر، بس القصر كان جواه برد غريب كأنك داخل تلاجة. التراب مغطي كل حاجة وريحة الرطوبة خنقة. أول ما دخلت لمعت ست لابسة أبيض وماشية في آخر الممر، افتكرتها واحدة من العمال أو الحراسة. ناديت عليها: يا مدام، حضرتك تبع مين؟ مفيش رد. رحت وراها وفي الآخر لما وصلت لنهاية الممر الحوضة بتاعته لقيت الممر فاضي. بدأنا نشتغل فعلا. كنت أنا والنجار والكهربائي و2 عمال. كنا دايما نخلص بدري لأن بعد المغرب القصر بيبقى مش طبيعي. في يوم وانا شغال فوق في الدور التاني سمعت الكهربائي بيصرخ تحت. نزلت اجري لقيته واقف مرعوب وبيقول لي: في واحدة نادت عليا من جوه الأوضة القديمة، قالت لي تعالى ساعدني. دخلنا الأوضة سوا، مفيش حد، بس لقينا أثر جزمة صغيرة جدا على التراب شكلها لطفلة. قلنا يمكن من حد قديم وكملنا شغلنا وما شغلناش بالنا. بعد أسبوع كنا متأخرين جدا في التسليم، فقررنا نشتغل بالليل. الساعة كانت حوالي الساعة 11. القصر كله كان ضلمة والنور الوحيد من كشافتنا. وانا شغال مع في الصالة سمعت صوت بيضحك من فوق، ضحكة ناعمة خفيفة، صوت طفلة. قلت لواحد من العمال: إيه انت سامع؟ قال لي: اه، بس متقلقش يمكن صوت من الشارع.
لكن القصر كان في نص الصحراء أصلا، ولكن في شارع، ولكن في زفت. وأنا طالع الدور التاني أشوف، لقيت حاجة خلت قلبي يقع. في آخر الطرقة بنت صغيرة لابسة فستان أبيض متوسخ، شعرها مبلول، وبتبصلي من بعيد. وقفت في مكاني وسألتها: انت هنا لوحدك؟ مردتش، بس بدأت تمشي على مهلها لحد ما اختفت جوه الأوضة. الباب بتاعها كان مكسور. لما دخلت الأوضة كانت فاضية تماما، بس الحيطة كلها مرسوم عليها رسومات أطفال، بنات لابسين أبيض وشمس وبيت، وجنب كل رسمة كلمة واحدة متكررة: ارجع. اليوم اللي بعده كنت في البيت، جالي اتصال من رقم غريب. رديت، صوت طفلة بيقول: ليه رجعت؟ انت وعدتني هتفضل معايا. قفلت الموبايل وانا جسمي كله كان بيترعش، بس اللي خلاني اتجنن ان الكهربائي كلمني بعدها ب5 دقايق وقال لي ان البنت دي كلمته هو كمان. قررنا نروح نسأل الحارس اللي قاعد على البوابة الكبيرة للقصر. الراجل كان كبير في السن وكان شكله تعبان جدا. سألناه: هو القصر ده فيه ايه بالظبط؟ لقينا بيرد علينا بنبرة باردة: القصر ده كان ملك واحد غني، مراته ماتت وهي بتولد، والبنت اللي شفتوها دي ماتت وهي عندها 7 سنين في الحمام. من يومها محدش بيكمل شغله هنا أبدا. رجعنا نجيب أدواتنا وحاجاتنا والعدة بتاعتنا عشان نمشي، بس واحنا معديين من جنب السلم الكهربائي وقع فجأة كأن حد زقه. لقيناه بيصرخ وبيقول: حد شدني من رجلي، حد شدني من رجلي. طلعنا نجري، وأول ما خرجنا من الباب الرئيسي سمعنا صوت ورا. كان صوت طفلة بتعيط وبتقول: ما تسيبونيش تاني، الدنيا برد، ما تسيبونيش تاني، الدنيا برد. بعد 6 شهور مشروع توقف تماما، والشركة اللي كنا شغالين فيها قفلت. بس في اليوم ده وانا راجع من شغلي تاني عديت من نفس الطريق، لقيت القصر منور من جوه كأن في حفلة، بس كل الشبابيك كانت مقفولة ومفيش عربيات بره. ولما بصيت كويس شفت من بعيد الطفلة واقفة ورا الإزاز وبتعمل لي باي باي بإيديها. ومعانا القصة التالتة، قصة رمضان، تجربة حقيقية، وقصة البيت اللي على أطراف البلد. أنا رمضان من قرية صغيرة في المنوفية، شغال نجار مسلح. اتعودت أشتغل في أي مكان حتى لو في الصحراء، مش بخاف من حاجة. بس اللي حصل في البيت ده خلاني أفهم إن مش كل حاجة ينفع تدخلها برجلك وإنت مطمن. القصة دي حصلت لي في شتاء في 2022. كنا شغالين في بيت على أطراف البلد، بيت قديم جدا محدش ساكن فيه من أكتر من 20 سنة. صاحبه كان مغترب في الكويت وبعت لنا فلوس عشان نرمم البيت قبل ما يرجع. أول يوم شغل لينا البيت، لما دخلنا البيت كان غريب من الأول ما شفناه. بابه خشب متاكل والسور حوالينه عليه نقوش غريبة كأنها حفر بإيد بشر، حفر معوج بأصابع. وأول ما دخلنا لقينا علامة على الحيطة مرسومة بالطباشير الأبيض على شكل عين مفتوحة. قلت في سري أكيد عيال أو اللي كانوا بيلعبوا ساعة لما كان حد بيشغل في الحتة دي يعني. بس حسيت بحاجة كأن في حد بيراقبني من فوق. بصيت للسلم مفيش غير ضلمة سودا، بس أنا حاسس إن في حد بيبص علينا. عارف انت لما تبقى حاسس ان في حد باصص عليك او حد مراقبك؟ نفس الاحساس ده. اليوم اللي بعده وانا بشتغل لوحدي في الدور التاني سمعت صوت حد بيقرا قرآن، بس الصوت كان متقطع كأنه بيتهته او بيتقلد. خرجت ابص، مفيش ولا واحد من العمال، كانوا كلهم تحت. سألت المعلم: هو في حد بيقرا قرآن فوق؟ قال لي: احنا كلنا هنا يا ابني تحت، احنا مفيش حد فوق، محدش طالع غيرك. رجعت فوق تاني بسرعة وبدأت احس ان في نفس حد ورايا. قلبت ورايا بسرعة، مفيش حد، بس السرعة يعني انت حاسس بصوت نفس واضح جدا وتقيل وسخن كأنه بيزفر في ودنك. في اليوم الرابع كنا خلصنا نص الشغل، وكنت انا والمساعد قررنا نكمل شوية بالليل لحد ما الساعة وصلت 10. واحنا بنشتغل سمعنا صوت خطوات فوق السطح، جمدنا قلبنا
وطلعت اشوف مين. لقيت الباب الحديد مفتوح بس مفيش حد. الهوا كان واقف تماما عشان يفتح باب. وبعد كده يعني الباب اتفتح لوحده. واول ما دخلت سمعت صوت راجل خشن جدا بيقول من ورايا: ما تدخلش تاني يا رمضان، ما تدخلش تاني يا رمضان. اتلفيت مفيش حد. جريت على السلم ونزلت، ولما وصلت تحت لقيت المساعد مرمي على الارض ومغمى عليه. صحيته بالعافيه. كان بيقول وهو بيترعش: حد مسكني من رجلي وسحبني جوه الحيطه، حد مسكني من رجلي وسحبني جوه الحيطه. تاني يوم رحت للراجل الكبير في البلد، معروف انه فاهم في الحاجات دي. قلت له على اللي حصل. قعد ساكت شويه وقال: البيت ده يا رمضان كان بتاع واحد اسمه الشيخ صابر، كان بيعمل تحضير جن. مات في اوضته، ومن ساعتها محدش عارف يدخل البيت من غير ما يشوف حاجه. حكالي ان الناس بتسمع صوته وهو بيقرا في نص الليل، وان في واحد دخل يصور البيت زمان واتجنن بعدها بيومين. احنا بقى لما سمعنا الكلام ده من الشيخ قررنا نرجع نخلص شغلنا بسرعه ونمشي. والليله كان الهوا كان ساكن، بس البيت كله كان فيه صوت واصوات تزييق غريبه كأن الارض بتتنفس. وانا في الصاله بحاول اركب اخر باب سمعت همس بيقول: ما تقفلش الباب، سيب الباب مفتوح. جسمي اشعر كله، ولما بصيت ناحيه الباب شفت ظل راجل طويل واقف مش باين ملامحه، واقف جوه الضلمه. بس بدأ يقرب، وكل خطوة بيخطيها النور بيقل أكتر لحد ما كل حاجة بقت سودة. فضلت ماسك المطرقة في إيدي مش قادر أتحرك. حسيت إني اتشليت، وفجأة سمعت نفس الصوت بيقول: ده مش بيتك. الصوت كان قريب جدا جوه ودني. صحيت تاني يوم على صوت الناس فوق دماغي، لقيت نفسي نايم على الأرض ووشي كله تراب. قالولي إنهم لقوني الفجر مرمي عند باب البيت، والمساعد بتاعي مشى من نص الليل وما رجعش. بعدها بأسبوع جالي اتصال من رقم مجهول، رديت وسمعت صوت نفس الراجل بيقولي: اللي فتح الباب لازم يقفله، اللي فتح الباب لازم يقفله بنفسه. وراح الخط فصل. رحت البيت ده تاني بعد شهر. الحيطة اللي كانت فيها العين مرسومة بقت فيها عين حقيقية مرسومة بالدم. ومن يومها كل ما ابص في المراية بشوف ورايا ظل نفس الراجل واقف ورايا وساكت. لحد النهاردة حياتي كلها وقفت، وبحكي لكم قصتي عشان اعرف ايه اللي انا عملته. انا رحت للشيوخ ورحت للدجالين ودكاترة، وبرضه بشوف حاجات غريبة والناس مراقباني دايما. ودلوقتي لسه بادئ كورس علاج في مركز للعلاج النفسي. وبكده انتهت الحلقة، واشوفكم الحلقة الجاية من تجارب حقيقية وبلسان اصحابها.